لو انت جبت سكيت وعاوز تتعلم ازاي تمشي بيه، فاحنا عملنا لك سلسلة تعلم السكيت من الصفر للاحتراف، وده اول فيديو في السلسلة. والسلسلة هيبقى موجود فيها كل حاجة عن السكيت من البداية اللي هنتكلم عنها دلوقتي لحد مرحلة الاحتراف. يعني كل الحركات اللي نفسك تتعلمها هتلاقيها في السلسلة دي ان شاء الله. لكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك والشير. في البداية كل حاجة هنتكلم عنها دي عبارة عن تجربتنا الشخصية اللي اتعلمنا بيها، وبنحاول نوصلها لكم بأبسط طريقة ممكنة. لو أول مرة تلبس سكيت فأول حاجة لازم تتعلمها التوازن. فالنصيحة الأولى إنك أول مرة هتقف بيها بالسكيت لازم تقف على سجاد، وطبعا على نفس ستايل الوقفة اللي هنتكلم عنها كمان شوية. وانت واقف على السجاد هتتمرن على كذا حاجة، هتتحرك بالجنب بالطريقة دي وتكرر الحركة دي شوية، وأي حاجة هتعملها اديها وقت كافي علشان ده هيفيدك في الخطوات اللي بعد كده. وحاول تحافظ على ستايل الجسم علشان هنا انت بتتعلم التوازن. بعد كده هتبدأ تمشي على السجاد من غير دفع، يعني مشي بس. وهنا انت بتحاول تفهم عقلك التوازن مع المشي والثبات، علشان لما تمشي على الأرض العجل هيسحبك، فلازم تحافظ على التوازن. الخطوة اللي فاتت دي مش كل الناس هتحتاجها، في الأغلب اللي جسمه رياضي هيقدر يبدأ من الخطوة اللي جاية على طول. الخطوات الأولى بالسكيت، أهم حاجة تقف بشكل صحيح، والحاجات الأساسية هنا الرجل على شكل 7، والركب نازلة لتحت سنة، والظهر محني لقدام شوية. وده للأمان في مرحلة التعليم علشان ما تتقلبش لورا، لكن بعد ما تتمكن هتقدر تتحرك وتمشي بالسكيت وانت مرتاح، ومش هتتني ظهرك ولا ركبك بالدرجة دي. لكن الكلام ده مهم في الأول علشان تتعلم ولازم تحافظ عليه. بعد ما عرفنا الشكل الصح للوقفة بالسكيت هنبدأ بالخطوات الأولى. هتبدأ تتحرك خطوات قريبة من بعض وخطوات صغيرة، بتنقل رجلك لقدام وتثبت عليها، وبعدين تحرك رجلك اللي ورا تخليها قدام. هنا لازم تاخد بالك من كذا حاجة علشان تمرن عقلك على الطريقة الصح للمشي. حافظ على الشكل اللي لسه قايلينه، الرجل على شكل 7، الركب لتحت والظهر لقدام. وده علشان ممكن تنسى وتفرد ظهرك او ركبك فهتفقد التوازن وهتقع لورا. واهم ملحوظة هنا لما تنقل رجلك لقدام لازم تحرك كتفك مع رجلك، خليهم الاتنين على نفس الخط. رجلك لقدام مع كتفك وتحرك رجلك التانية مع كتفك، وده هيساعدك تتعلم أسرع. خلاص اتعلمت التوازن وبدأت تتحرك خطوات صغيرة، وعايز بقى تنقل للخطوة اللي بعد كده واللي هي المشي بشكل أسرع شوية. الموضوع بسيط لكن محتاج تركز في كام حاجة. أولا لازم تكون اتمكنت من الخطوة اللي فاتت. بعد كده النقطة الأساسية علشان تمشي أسرع إنك توسع بين الرجلين في الحركة. بس لازم تفهم كذا حاجة، السكيت بيمشي عن طريق الدفع مش السحب، يعني الرجل اللي ورا هي اللي بتزق الجسم علشان يتحرك. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه انك لما تنقل رجلك لقدام اثبت عليها وتوازن، وبعدين بتزق زقة خفيفة بالرجل اللي ورا، وبعدين تنقلها لقدام وتثبت عليها وتزق بالرجل التانية، وهكذا. هتلاقي نفسك بتمشي بسهولة ومن غير ما تفقد التوازن. ومطلوب منك انك تتمرن على الموضوع ده فترة كفاية، يعني مش مجرد ما تحس انك خلاص عرفت تعملها فانت كده تمام، لا، لازم تتعلمها فترة طويلة علشان تحس انك خلاص اتقنت الحركة او اتقنت الطريقة، فبالتالي تنقل على الحاجة اللي بعد كده. يعني بلاش ان انت تتسرع وتاخد الخطوات ورا بعضها من غير ما تتقنها، وجسمك مش هيلحق يتعلم حاجة بسرعة. يعني الخلاصة انك ما تنقلش الحركة جديدة الا لما تتمكن من الحركة اللي بتتعلمها. خلاص اتعلمت تمشي اسرع بالسكيت. طيب ممكن تجري؟ ايوه ممكن تجري، لكن منصحش انك تجري بالسكيت قبل ما تتعلم تقف ازاي، وده ان شاء الله اللي هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي. لكن هقولك الحاجات الاساسية في الجري علشان ما تجريش بطريقة توقعك. الجري بالسكيت انا بشبهه بالسباحة، بتتحرك بانسيابية، والرجل والايد والجسم بيتحركوا بتناسق مع بعض. واول حاجة هتميل بظهرك لقدام بالطريقة دي، وهتنزل بركبك اكتر، وطريقة المشي هتوسع بين رجليك اكتر وتزق بدفع اكبر علشان تاخد سرعة وتقدر تجري. وطبعا ما تنساش حركة ايدك وكتفك بتناسق مع الرجل علشان تحافظ على التوازن.
الجري بالسكيت من امتع الحاجات اللي ممكن تتعلمها، لانه فعلا بيحسسك بحرية رهيبة وانت بتلعب بالسكيت. السكيت مش مجرد انك تمشي بيه او تعمل بيه حركات، الجري بالسكيت فعلا ممتع جدا، بس لازم تتعلمه بطريقة كويسة علشان ما تبذلش مجهود كبير جدا علشان تقطع مسافات. يعني السكيت لو اتعلمت الجري بالطريقة الصح هتلاقي نفسك بتمشي مسافات طويلة من غير ما ترهق نفسك، وتلاقي نفسك تعبت في نص المشوار. هقولك على نصايح مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. لما تجيب سكيت هات نوع حلو علشان يساعدك، وبلاش يكون واسع ولا ضيق، لازم يكون مظبوط على مقاسك علشان تعرف تتمكن من اللعب. وبلاش الاستعجال لما تيجي تتعلم اي حاجة جديدة، هنا خد وقتك عادي، خد الموضوع بالتدريج واحدة واحدة علشان تتعلم صح، وما تنقلش للخطوة اللي جاية الا لما تتقن الحاجة اللي انت بتتعلمها دلوقتي. في بعض الاخطاء هقولك عليها علشان تاخد بالك منها. بلاش حد يسندك وانت بتتعلم، لان ده هيلخبطك ومش هتتعلم صح. وبلاش حد يزقك او يشدك، لان ده هيخليك تقع اكيد. ما تخليش الرجل قريبة من بعض ولا بعيدة، والرجل بالطريقة دي برضو غلط. انحناء الظهر في المشي بيبقى بسيط مش انحناء كبير، علشان هيسبب ألم في الظهر، وده مختلف تماما عن الجري. في نوعية من الناس بيبقوا متحمسين قوي ان هم يجربوا السكيت، ويروح جايب سكيت واول ما يلبسه يروح واقع وقعة يقول لك بس انا مش هتعلم سكيت تاني، ويروح سايب السكيت او بايعه او خلاص ركنه ويقول لك انا مش هعرف اتعلم السكيت. ودي مشكلة كبيرة جدا بيقع فيها كتير من الناس، بيفكر ان السكيت حاجة صعبة جدا ويقول لك انا مش هعرف اتعلمها. انا عايز اقول لك ان الموضوع ده بيحتاج صبر، يعني لازم يكون عندك صبر، ولازم تتعلم السكيت بالطريقة الصح، تمشي بالخطوات واحدة واحدة وبالراحة، لان جسمك وعقلك لازم الاتنين يحصل ما بينهم توافق علشان تقدر تتعلم السكيت. يعني باختصار خلي عندك صبر وتعلم السكيت واحدة واحدة، الخطوات زي ما قلنا عليها في الاول بالترتيب، وما ينفعش خطوة تسبق التانية، وتاخد وقتك في كل خطوة بتتعلم فيها، وما تنقلش للخطوة التانية إلا لما تتمكن من الخطوة اللي قبلها علشان تقدر تتعلم سكيت بسهولة وبطريقة تقدر تستمتع بالسكيت بعدها. أما بخصوص السلسلة اللي احنا بدأناها علشان تعليم السكيت، الموضوع متوقف عليكم انتوا علشان نكمل السلسلة. يعني شفت الفيديو لازم تتفاعل مع الفيديو بلايك أو تعليق علشان نعرف ان انت مهتم بالموضوع، ونقدر نكمل السلسلة ونعمل لكم حاجات اقوى واحسن في الفيديوهات اللي جايه. فما تنساش ان انت تعمل لايك وتكتب تعليق علشان تشجعنا نكمل السلسله. اما بقى لو عندك اقتراحات لحاجات معينه سواء في السكيت او غير السكيت نجربها، اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هعملها. وفي نهايه الفيديو عايز اقول حاجه سريعه، انا محتوايا بتعلم واجرب حاجات جديده، فادخل بص على القناه وشوف الفيديو اللي يعجبك اعمل عليه تعليق وقول كمل واستمر، علشان اعرف ان النوعيه دي من الفيديوهات بتعجبكم. وفي نوعيه جديده بدات فيها وهي التحديات عموما، سواء تحديات كوره او تحديات في العموم. برضو لو عجبكم النوع ده من المحتوى ادعموا المحتوى وقولوا كمل او استمر علشان اكمل في السلسله دي. ولو عندكم اي اقتراحات اكتبوها في التعليقات. سلام.